الليلة ثورة وبكرة ثورة وبعده ثورة وننتظر. الليلة ثورة وبكرة ثورة وبعده ثورة وننتظر. الليلة ثورة وبكرة ثورة وبعده ثورة وننتظر. الثورة آية هي البداية ومصر الآية وشعب مصر هينتصر. الثورة نور والناس زهور عشان ولادنا ثورة بلادنا هتستمر. الليلة ثورة وبكرة ثورة وبعده ثورة وننتظر. ضموا الأيادي. اهلا بكم ولقاء جديد ومالي وراس مالي. النهارده بنقول واحنا في العد التنازلي للاستفتاء على الدستور واستكمال خارطة الطريق، الشعب ارادته بايديه، هو اللي يقدر يغير ولا يتغير إذا أراد التغيير. أراد الشعب المصري الحياة فاستجاب العالم وحطم مخطط الشرق الأوسط الجديد. واحنا النهارده بنسير لاستكمال خارطة الطريق، وفي العد التنازلي للاستفتاء على دستور 2013 بنقول مهما حدث من أحداث الخارطة هيتم استكمالها، والشعب المصري بإرادته هيقدر يثبت للعالم أي مخطط لتحطيم إرادة الشعوب. لا، الشعب إرادته أقوى من أي مخطط طالما أنه أراد. النهارده بنقول ان الاقتصاد المصري واحنا في حاله حرب ضد الارهاب، هو اقتصاد حرب. ازاي نواجه هذه الحاله؟ عايز اقول لكم ان دستور 2013 في الماده رقم 27 في المقومات الاقتصاديه بيقول اول كلمه بس منه عايز اقولها لكم، هي دي اللي نبدا بيها لقائنا النهارده. يهدف النظام الاقتصادي لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنميه المستدامه والعداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه هي رغبة الشعب المصري، زي ما طلع قال عيش حرية عدالة اجتماعية. بيسعدنا النهاردة أن نلتقي مع الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. دكتور صلاح، واحنا في العد التنازلي للاستفتاء على الدستور بنجد العديد من الأحداث، وهناك من يحاول عرقلة خارطة الطريق، ولكن الشعب المصري سيكون يوم 14 و15 يناير يثبت للعالم من خلال وجوده أن الشعب المصري يستطيع أن يقرر حياته بإرادته. ده كلام. اتفضل يا فندم. دكتور صلاح، عايز أسأل حضرتك في البداية، عايز أعرف من حضرتك تعليقك إيه على وجود المادة 27 و 28 29 في الدستور، خاصة أن من ضمن المواد الجديدة إضافة الاقتصاد الزراعي أحد مقومات الاقتصاد القومي. طيب، إحنا مبدئيا كده يعني نظرة عامة على الدستور. الدستور ده في رأيي أنا رأيي صواب يحتمل الخطأ، رأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. رأيي أنا أن الدستور ده أفضل على الأقل 10 مرات من دستور 25/12/2012 على الأقل، يعني 10 مرات على الأقل. أنا من رأيي أنه ما هواش المأمول اللي احنا كنا عاوزينه كله، إنما المتاح فيه كبير جدا عن اللي كان موجود قبل كده. طب ايه المواد اللي بتقولها كده؟ انا هنقيم معاكي ما يسمى بمواد الدستور الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، او على مسودة مشروع الدستور اللي موجودة بين ايدينا اللي احنا نازلين يوم 14 و15 نقول عليها ان شاء الله. بداية المواد اولا لما يقول ان الزراعة مقوم اساسي، ده كلام محترم ما كانش موجود. مقوم اساسي يعني ايه؟ يعني الدولة تقوم بدعم الزراعة، يعني الدولة تقوم بدعم مستلزمات الانتاج للفلاح اللي موجود، يعني الدولة ملزمة بتسويق جميع المنتجات الزراعية، يعني الدولة ملزمة للفلاح انها تقوم بتحديد اسعار المنتجات اللي هيقوم بزراعتها مسبقا عن السنة قبل ما تبتدي. طب ده بيفيدني في ايه؟ انا النهارده الناس بتيجي يقول لك ما انا بدل ما ازرع قطن والحكومه تيجي تاخده مني الانطار بقد كده، او بزرع قمح الحكومه تيجي بتاخده مني الانطار ب1000 جنيه، الارداب ب1000 جنيه. طب ده هو بره الطن كله مثلا 300 دولار، يعني بتتكلمي حضرتك في 7000 وكذا، او في 1000. يقول لك طب ما ناخده منه ب1400. انا لما احدد له السعر مسبقا اللي موجود هيقبل الفلاح على الزراعه دي، يبقى في نوع من انواع الاكتفاء الذاتي. احنا عندنا كانت اشكاليه موجوده، الفلاح لا يثق في الحكومه والحكومه
تكبر دماغها من عند الفلاح، تقول لك سيبك منه. لما يطلع قرارات، بعض القرارات من وزراء مثلا التموين او وزراء الصناعه يزود قيمه المنتجات او المدخلات اللي داخله للزراعه، زياده اسعار الاسمده ان شاء الله يزودها ب 10%، ده معناها ان جميع السلع زادت ب 10% على طول من غير ما نعمل، لان تكلفه الانتاج زادت على الفلاح. لما يقول ده مقوم اساسي موجود يبقى ده شيء عبقري ومحترم جدا. انا كان نفسي يضاف لهذه الماده الزراعه والصناعه. مصر دوله زراعيه صناعيه بحريه، ال5 حروف بتوع بحريه دولت يجعلوا مصر بقى. انا عايزه اقول لحضرتك الماده 27 يمكن بدايتها جمله جميله جدا: يهدف النظام الاقتصادي لتحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنميه المستدامه وسابها شامله طبعا والعداله الاجتماعيه. حضرتك شايف ان تطبيق مثلا الحد الادنى للاجور اللي هيكون الاجور وليس بدخل، انا بتكلم من اول يناير القادم باذن الله، هل دي احد صور العداله الاجتماعيه؟ طيب الناس نزلت حضرتك يوم الثلاث 25 يناير كانت بتطالب بمطلب واحد، لا اقاله وزير الداخليه. يوم الجمعه 28 اقاله الوزاره. من يوم السبت 29 يناير 2011 لحد 3/7/2013 ما محمد مرسي اتكل على الله مشى وتم عزله، الناس بتطالب ب4 اشياء. العيش الاول، العيش ده يعني الناس حتى مش طالبت تشوفي حتى تواضع المطالب. عيش، ما قالش عيش وغموس، يعني اقل حاجه اديني بس العيش. يعني لو قال عيش وكباب نقول والله ده راجل جبار، انما عيش بس ان شاء الله عيش حاف. حريه، عداله اجتماعيه، يعني ان انا من حق الدخول اللي موجوده في الدوله دي تتوزع بالتساوي وفقا لاعمالنا اللي موجوده والساعات العمل اللي موجوده، يبقى ده عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه. يعني انا الاقي تعليم محترم، الاقي مواصلات محترمه تحفظ لي ادميتي، ما اخشش الاتوبيس لابس بدله اخرج بالملابس الداخليه، ما ينفعش. يبقى في صحه كويسه، لما يكون عيل عندي من عيالي تعبان او مراتي او والدي او اخويا واوديه مستشفى هناك يبقى الاقي له علاج. انا حضرتك اتكلمت عن العداله الاجتماعيه، عايز اعرف حضرتك تعليقك ايه على هذه الجمله، على هاتين الجملتين: تحديد الحد الادنى للاجور ب 700 جنيه من يناير القادم، والحد الاقصى للدخل اللي هيتم تطبيقه من يناير القادم. كيف ترى تحقيق العداله الاجتماعيه في ذلك؟ هو كان في مجموعه من الدراسات، في فرق بين الاجر والدخل، وحضرتك طبعا شرحت ده اكتر من مره. طبعا كان في، احنا قمنا بمجموعه بالدراسات. المفروض ان من اول يناير 2014 يتم تطبيق حد ادنى للاجور 1200 جنيه و35 ضعفها يبقى الحد الاقصى اللي هو 42000 جنيه. لما جه القرار يطلع من السيد رئيس الوزراء والمجموعه الاقتصاديه فرغ من بعض مضمونه. يعني انا مفروض الحد الادنى ده للاجر اللي هو الاساس اللي انا باخده في ايدي يبقى 1200 جنيه، تمام؟ لو في عندي بدلات او خلاف، هم قالوا لا نخليه الاجر الشامل كله، نقول موافقين. ليه؟ لو انا علمت ان في ناس في مصر بتقبض 43 و120 و150 و180 و200، كون ان ده يترفع ل 1200 ده شيء عبقري جدا. وانا من انصار ايه؟ في ناس تقول لك واحد واخد مني 2000 جنيه، انا اقول له يا تجيبهم لي الوقت كلهم يا بلاش. لا، انا من انصار. معاك كام يا استاذنا؟ 500، هاتهم كتكوت، وانا بدل ما بعيط على 2000 جنيه عيط على 1500 وارجع طالب تاني. يبقى انت خدت ده مبدئيا، هو ده حتى لو كان الاجر الشامل الحد الادنى للاجور اللي خدته 1200 جنيه، يبقى انت رفعت ناس من البير تحت وشممتهم الهواء بتاع الحياه وبتاع ربنا. لا، 700 للعماله طبعا، لان هو الاشكال برضه في القانون حضرتك ما فرقش ال 1200 جنيه دولت هل للمؤهل العالي صاحب المهارات، ولا مؤهل عالي بس، ولا مؤهل نصف عالي، ولا الراجل الذي لا يمتلك من حطام الدنيا سوى صحته. في عمال موجودين، عامل اسانسير، عامل نظافه، عامل كذا، دولت ابهاتنا واخواتنا، بس ايه الترتيب بتاعه لسه ما طلعش في لائحه القرار. جه بعد كده قال الحد الاقصى للدخل، الدخل اللي هو كل ما اشمله واجمالي المتغيرات بتاعته، اللي هو بقى المرتب الاساسي وبدل طبيعه العمل وبدل انتقال وبدل شحاته وبدل تمثيل وبدل ما حد تاني ياخدهم وبدل البدل واي كلام فارغ من ده. ياخد دولت مفروض ما يزيدش عن 42000 جنيه.
بس هو افرغ القرار ده من مضمونه. ليه بقى؟ قال لك ده ينطبق على مين؟ على الناس العاملين بالدوله الخاضعين للقرار 47 القانون 47 لسنه 78. انا بقى من هنا عايزه اقول لحضرتك لكل من يحاول تعطيل خارطه الطريق واثاره الناس. الشعب المصري طبعا. يعني مثلا وزير الاستثمار السابق يحيى حامد اعلن من خلال قناتهم المفضله ان تطبيق هذا الحد، انا عايزه حضرتك ترد في 3 نقاط اقتصاديه هامه من ضمن البيانات المدونه في تدوير القضيه دوليا كما يدعون. اولا قال ان احنا عندنا 6 مليون موظف، هيتم تطبيق هذا القرار على 8000 موظف بس. ده واحد. 2 ان الهيئه العامه للبترول بتدخل 37 مليار دولار والدوله بتصرف عليها 140 مليار دولار. 3 عمال الحديد اللي هم عاملين اضرابات، كان المفروض هذه الشركات تدعم ب 2 مليار دولار من روسيا. اين ذهبت هذه الاموال التي تم الاتفاق عليها اثناء زياره المعزول لروسيا؟ 3 بيسأل أين ذهبت أموال الخليج التي تفوق ال 12 مليار دولار؟ أنا عايزة حضرتك ترد عليه في ال4 نقاط دول. باختصار شديد، يحيى حامد راجل يعني مغيب. يعني انا ابرأ بنفسي ان انا اتكلم عن مثل هذا لسبب بسيط. ده جه في غفله من الزمن وزير استثمار. هذا الرجل مندوب مبيعات في شركه الاتصالات في احد شركات المحمول، تمام؟ مندوب مبيعات، انا شاري منه انا نفسي خطوط، وليه عنده خط مجاني هديه بتاع بنت ما جابهوش. فده لما ده يتكلم في الاقتصاد يبقى يعني على الله السلام. ده واحد. 2 الاخوان المسلمين ومرسي والكلام ده انا بعتبره تاريخ زي ما اقول ايه والله ده محمد علي لو ما كانش رأي يا عم، ده تاريخ النهارده اصبح. احنا عاوزين نبص لبكره، بكره في ايه؟ لما نسمع كلام فارغ من ناس تفهين ما ضيعش وقت فيه. بيقول انا رحت روسيا وجايه تدعم مصنع الحديد والصلب 2 مليار دولار. اولا روسيا ما بتطلعش من جيبها فلوس نقد لحد، ولا بتدعم حد ب 2 مليار دولار على الاكثر. السؤال الوقت، روسيا دلوقتي حاليا موقفها مع مصر اقوى ولا ايام فتره المعزول؟ اكيد دلوقتي اقوى، بدليل انها قالت لمصر، اعلنت على العالم ان انا هقوم باعطائهم سلاح، هقوم باعطائهم طائرات جديده، هقوم باعطائهم صواريخ، هشغل مصالح حربيه. بس في نفس الوقت لما جينا ناخد منها صفقه السلاح، السعوديه والامارات مولوا الصفقه. يعني ما فيش. لما راح الحاج مرسي نفسه يزور هناك، طلعوا له واحد رئيس حي زي رئيس حي الوراق عندنا، راح يقابله، والراجل يعني بوتين قابله في قلب البيت كده في الاستراحه، ما بين ما هو بياكل وما بين يقوم ياكل الكلب بتاعه، فاضل 10 دقايق على ما بيحضروا اكل الكلب. راح احنا في اقتصاد، احنا في حاله حرب، لازم يكون عندنا اقتصاد حرب، وهنتكلم ازاي يكون عندنا اقتصاد حرب في هذه المرحله، بس بعد مكالمه استاذ شريف من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ شريف. عاوز احيي الدكتور صلاح. الدكتور صلاح بقاله 3 سنين يتكلم في كل القنوات الفضائيه. يعني الراجل ده ينفع يعني رئيس اول وزراء ده؟ يعني ما بيستفادوش بامكانياته ليه؟ يعني سبحان الله. يعني احنا البلد مستنيه، الراجل عمال يقول نصلح البلد بكذا وندخل موارد بكذا، وسبحان الله 3 سنين ليل ونهار عمال يتكلم، وما تحس ان البلد يعني العلماء بتاعنا دول ما حدش بيسمعهم، وناس جايبين طرش مش عارف ربنا يهديهم. عاوز اقول للدكتور صلاح سؤال بس بعد اذنك. اتفضل. دلوقتي الدين العام الداخلي المصري 1800 مليار، والفوائد اللي بتدفع في السنه 250 مليار. دلوقتي ال 1800 مليار التامينات ليها 500 مليار والبنوك ليها 1300 مليار. طب ندي السكه الحديد للتامينات وندي مصر للطيران للبنوك، فايه رايك في العرض ده؟ والدوله تتخلص من 250 مليار فوائد، يعني حوالي 30 مليار دولار كل سنه تدفع فوائد للديون اللي هي 1800 مليار. هل هذا الحل ينفع ولا لا؟ وشكرا لحضرتك. تمام. بشكرك جدا. اتفضل دكتور صلاح. طيب باختصار شديد، حكايه ان انا بادل المديونيه باصول موجوده ده شيء طبعا وارد وموجود. في الاخر هيئه التامينات الاجتماعيه، الناس اللي فيها اللي موجودين اللي بيديروا اموال التامينات الاجتماعيه اللي هي مفروض 416 مليار جنيه من التامينات على الحكومه المصريه، هل عندهم المقدره على قياده وتطوير وتشغيل مرفق زي السكه الحديد؟ هو دي الاشكاليه. لو يجيبوا شركه اداره وتديله الدوله تبقى تخلت عن جزء كبير، لان السكه الحديد في معظم دول العالم بيتم الدعم ليها، لان انا عندي تلامذه بتركبها، عندي نقل في السكك الحديد للبضائع بيتم عن طريقها، فلازم تبقى اسعاره اسعار مخفضه. انما من الممكن عمل سكه حديد جديده عن طريق القطارات الجديده، ويبقى هيئه التامينات اشتركت بجزء كبير، يبقى العائد والربح يروح لها.
ده كلام محترم. تنميه بحيره زي السد العالي يبقى موجود وانتاجها يبقى يروح للتامينات، ده شيء محترم. نفس الكلام للبنوك. انا النهارده عندنا في نوع من انواع، يعني انا مش راضي اقول هي كلمه تقيله، اللصوصيه. عاده البنك الفرق السعر بين الايداع والاقراض ما يزيدش عن 1.5-2%. يعني انا لما بودع في البنك ويديني 8% ما يقرضنيش ب 16 وب 17، بالكتير يقرضنا ب 10 ب 10%، يا 9 يا 10%. انا النهارده الحكومه بتقترض من البنوك ب 16 و 17. لو الحكومه خفضت 1%، كل 1% فايده، تقول والله البنك المركزي يطلع قرار احنا بدل 16 بقينا 15، بدل 15 بقينا 14، بدل 14 بقينا 13. ال1% يوفر للحكومه وهي طالعه بتدي 8 مليار جنيه في الفوائد بتاعتها. فلو شفت بقى، لو احنا بقى من ال8 مليار شلنا 5، يعني نزلنا 5% بدل 17 عملناها 12%، النتعه الاولى يبقى 5 في 8 ادي 40 مليار جنيه الحكومه توفرهم الصبح. ودي كلها داخله على ارباح البنك. كلام محترم. دكتور صلاح، زي ما حضرتك قلت ان احنا بنواجه اقتصاد حالة حرب، فاحنا محتاجين اقتصاد حرب. تمام. فكيف يمكن هيكلة الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع اقتصاد بهذه المرحلة؟ طيب باختصار شديد، الناس لما حضرتك نزلت يوم الجمعة 28/6/2013 كانت البدايات ليوم الحد 30/6/2013، نزلوا يوم الاربع 3/7/2013، نزلوا بناء على دعوة الفريق السيسي ليوم يوم الجمعة 26 يوليو 2013. نزلوا يفوضوا الجيش والشرطة في ايه حضرتك؟ نزلوا يفوضوا في حماية الشعب من حكم التيارات في حرب الارهاب. بالظبط. صح، القضاء على الارهاب وحرب الارهاب. حرب الارهاب يعني مصر في دولة في حالة حرب، حالة حرب بقى يبقى اقتصادنا في حالة حرب، سياستنا في حالة حرب، اجتماعياتنا في حالة حرب، كل وظائف الدولة احنا مستعدين. احنا الفترة من بعد هزيمة 5 يونيو 67 لحد يوم 16/10/73 كنا الشعار اللي مرفوع كده: لا صوت يعلو على صوت المعركة، ممنوع واحد صوته يعلى، احنا داخلين في حرب. حتى لو خدنا امكانات الدولة كلها نسلح بيها او للقضاء في الحرب دي حتى ننتصر، هو ده كان كلنا بنعمل في هدف واحد. السؤال بقى ارجع للاقتصاد بتاعي هنا. انا طبعا في دولة في عالم في عولمة موجود في اقتصادات، بس انا من حقي وفقا للقوانين واتفاقيات الجاتمة. وللأسف الشديد عندنا مسؤولين لا يقرؤون، وإن قرأوا لا يعرفون. يعني ثقافتنا ثقافة سمعية مش بصرية. الناس يقول لك شفتوا فلان قد ايه كده، يعني هو بيسمع سماع النهاوند كده وهو قاعد يسمع له بالليل ربعين. زي دكتور صلاح رئيس الوزراء راح الاقتصاد. والله العظيم سميع، والله العظيم راجل سميع ونمرة واحد في السمع، كلام كده ناس طيبين. يعني نقول له بقى نعمل ايه؟ انا اقتصاد حرب. نقول تعالى يا اخوان، جميع الواردات بتاعت الواردات الاصليه رسميه وفقا للحكومه 60 مليار دولار مصر بتستورد بيهم. الحقيقيه تتجاوز ال 72 مليار دولار. طب ليه الفرق ال 12 ده؟ الفرق ده 12%. في سلع بتيجي مهربه عن طريق المنافذ، لا بتخش على حكومه ولا الجمارك ولا وزاره الماليه ولا حد بيشوفها. دي واحد. 2، في جزء تاني بتيجي اللي هي الفواتير بتاعته المضروبه، خاصه اللي جايه من دول شرق اسيا. الحاجه ب10 بيقوم بيكاتب لي الفاتوره ب3 زي ما انا باجي. تمام؟ يبقى احنا بنستورد في حدود 72 مليار دولار. نشوف بقى جزء كبير من اللي بنستورده. من ضمن اللي بنستورده 12 مليار دولار مواد غذائيه الاتي اللي هقوله لحضرتك: فول وطعميه وعجائن طعميه لوحدها، يعني عجينه تبقى جايه كده مخلوطه لوحدها، وبستورد حضرتك بسكوت، وبستورد اجبان، وبستورد البان، وبستورد اكل للكلاب واكل للقطط، وبستورد جوافه، وبستورد عنب، وبستورد بسله، وبستورد بصل، وبستورد توم، كل دولت، وايس كريم وخلافه. السؤال نيجي هنا بقى، دي بقى شغلانه مين؟ السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه، يجمع الوزراء المجموعه الاقتصاديه ومعهم محافظ البنك المركزي. تعالوا يا اساتذه، احنا في حاله حرب حاليا، بس الكلام ده يعمله رجال دوله، رجل دوله بقيمه وقامه مصر، حاجه عمالقه كده. انما اللي موجود انا عارف انه مش هتعمل. انما بنقول الحل ايه؟ الحل نجمع دولت. ادي يا اخوانا انا في اقتصاد حرب. مفيش حاجه اسمها واحد يجي يفتح اعتماد مستند يستورد من بره يجيب لك الدولار معاه. دي مش شغلتك، دي شغله الدوله. شغله الدوله ان انا اوفر لك الدولار. فانت تيجي على البنك يجيب لك البنك الدولار وانت بتفتح الاعتماد،
نقسم الاعتمادات نوعين. والله انا جاي بشتري قطعه غيار لمكنه غسيل الكلى، ما فيهاش، ما بتصنعش، ودي حاجه هامه وضروريه. بشتري لمصنع النسيج مش عارف ايه مش كده، حاجه اساسيه. يبقى الدولار هنا بالسبعة جنيه بتاع البنك يعني اللي عامله. انا هستورد فول، كلنا بناكل فول، يبقى دعم بسعر البنك بالظبط، يرجع البنك. انا هيستورد هستورد أكل بقى قطط. ايس كريم، هستورد والله قطط وكلاب من بره، هستورد كلاب ميته، هستورد حواديت، مسطره، قلم، استك، دبوس، نبله، البالونه، مجات، اي كلام فارغ من ده. الدولار يا كتاكيت ب 11 جنيه. عاجبك؟ ربنا يوفقك. يبقى انا دعمت الراجل ده، وفي نفس الوقت دي اسمها رسوم حمائيه تقلل. يقوم صلاح يفكر 1000 مره قبل ما يجيب الايس كريم من بره، ده ب 11 دولار، يبقى المبلغ بكام؟ 7. لا طب خلينا في اللي هو الايس كريم البلدي اللي موجود مثلا، مش كده؟ يبقى انا حددت. هو ده اقتصاد حرب. حاجه تانية، مفيش حاجه اسمها شركه قطاع عام موجوده النهارده وواقفه عن العمل. تعالى يا عم الشركات دي تحل مشاكلها ايه دلوقتي؟ ايه المشاكل بقى، سواء قطاع عام، قطاع خاص، قطاع استثماري. نشوف احنا عندنا 4603 مصنع وفندق وقريه سياحيه ومنشاه ومؤسسه متوقفين على العمل اعتبارا من 25 يناير 2011 حتى الان. يعني خلال ال1000 45 يوم الناس دي متوقفه عن العمل. متوقفين ليه؟ في تعثر مالي، في جزء علشان الاداره، في جزء كان بينتج والانتاج بتاعه ما بيطلعوش عشان بيتسرق والناس بتثبته، زي بتوع الزيتون اللي كانوا في سينا انتجوا وسابوا الانتاج، لان كل عربيه تطلع الناس على الطريق تقوم مثبتها وخطفها. فالراجل يقول لك طب يبقى انا انتجت واتخطف، طب انا بزرع الزيتون واجيب ناس تجمعه واشيله وانقله واوديه مصنع زيت الزيتون، والراجل يطلعه ويحطه في ازايز ويحطه في كراتين واتكلف ويتسرق. طب خليه في الارض، ما اناش عاوزه. كلام منطقي، تمام؟ يبقى هو ده اقتصاد حرب. صادراتي لازم ازودها. يبقى قضيه التصدير. يعني الاقتراح الجميل دوت على المجموعه الاقتصاديه. طب احنا بنقوله من عند حضرتك، واكيد المجموعه الاقتصاديه بتبقى عارفه صلاح. طب انا هقول لحضرتك، ممكن بقى تقولي زي ما انت قلت الاقتراح حلو ده، ما هي معوقات الاستثمار المصري؟ يعني انا عايزه اقول لحضرتك النهارده الثوره قامت من اجل استصلاح الاستثمار، وان الاقتصاد يكون في معدل نمو متزايد، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. فما هي المعوقات اللي البعض بيكتب على المواقع الإلكترونية، ويمكن البعض معاه أدلة إن هناك شبهة فساد تعوق نمو الاستثمار المصري؟ طيب باختصار شديد، لما دولة تكون بتستورد 80% من الفول اللي بتستهلكه، 65% من الذرة اللي بتستورده، هي دي الحكومة بتستورد ده، تمام؟ انا الحكومه بتزرع قطن لا تقوم بتصنيعه، وبتصنع القطن اللي هي ما قامتش بزراعته. ضد المنطق. انا بزرع قطن طويل السيل. الحكومه تقوم بزراعه قطن لا تقوم بتصنيعه. ما بتصنعوش، بتصنع القطن وبتصنع القطن قصير التيله اللي بتستورده من بره. يا عمي صلح مكنك المتنيل ده ابو قصير التيله، خليه طويل التيله اعمله. هل تعلمي حضرتك احنا بعتنا لهم اقتراح يا اخوانا القطن المصري؟ بعت لمين؟ للدوله، للحكومه، للسيد أيوة رئيس الوزراء. عهد للسيد رئيس الوزراء الحالي، والسيد رئيس الوزراء السابق، والسيد رئيس الوزراء الاسبق، واللي اسبق كده، واحنا ماشيين اعتبارا من عاطف عبيد على احمد نظيف، على احمد شفيق، على عصام شرف، على كمال الجنزوري، على هشام قنديل، على ايه اللي بعته لحد دلوقتي ما حدش رد؟ من ضمن الحاجه يا اخوانا، انا راجل سافرت نص بلاد العالم. القطن المصري له بقايا شهره عالميه، زي ما اقول والله انا بسمع ام كلثوم النهارده لها بقايا في السن اللي زيي يحبوا يتسلطنوا مع الست ام كلثوم. ممكن الشباب الجديد عيال الصغيره اولاد اخويا بتاع ما يسمعوش الكلام ده، انما في بقايا سلطنه للناس اللي في سن انا في جيلي يحب الست ام كلثوم. في بقايا سلطنه لقيمه القطن المصري. قلت لهم يا اخوانا سلسله محلات الفنادق العالميه لو اهدينا كل شركه موجوده ملايتين 3 قطن مصر ويتحطوا يتفرشوا هناك ومكتوب عليهم ميد ان ايجيبت، اوتوماتيك الناس قالوا لنا احنا نيجي نشتري جميع السلاسل دي، تشتري ملايات. يعني انا بصنع ملايه بالظبط، مش بصنع بدله مثلا هنقول بدله وفيها بناطيل وحوديات وجيوب، ملايه يعني حته قماش خيطتها من ال4 تركان. يعني انا لو نطل شويه اعملها، يعني مش محتاجه نوع من العبقريه. هي دي المشكله. انت ازرع قطن انا اصدره خام وما صنعوش، واصنع قطن انا ما بزرعوش،
ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني لكن اعمل المكن اللي عندي بتاعي مناسب لقصير التيله كان موجود لطويل التيله، ما هو من ايام طلعت حرب من 7 مايو 1920 لما عمل المحله الكبرى وعمل بنك مصر وعمل جميع الشركات الانتاجيه الكبيره اللي مصر عايشه في خيرها، اللي باعت منها اجزاء كبيره كانت بتصنع القطن طويل التيله، وكنا لينا دي احنا اهملناه خلال فتره الثمانينات، ما طورناش المكن بتاعه. زي كانوا زمان مثلا كده الست بتكوي شعرها بمشط حديد، النهارده بقى في سشوار، احنا ما طورناش وقاعدين بالمشط الحديد ضد المنطق، مين هيستخدمه؟ هو ده الكلام؟ هو ده العبقريه. هل النهارده مصر تقوم باستيراد مراوح ومكاوي وغسالات وثلاجات؟ ده بيعملوها هناك في البيوت، بيوت شرق اسيا بتعمل الكلام الفارغ ده في البيوت. انا النهارده استورد مجات ب 35 مليون دولار سنويا، مجات. مصر دوله بتستورد استك يا ست هانم، الاستك اللي بيتحط في الفلوس ده، الاستك ده اهو كده ب1.2 مليون دولار سنويا. استك ما اناش عارف اصنعه. مصر دوله كانت بتصنع في الستينات سلاح. ترجع ده لايه؟ يعني فعلا شبهه فساد ولا اهمال؟ اهمال، لا مبالاه موجوده، مفيش حد بيحاسب حد، من امن العقوبه اساء الادب. انا لما اجي احاسب بقى العهود السابقه، العهد السابق واللي قبليه، ما حاسبوش والله ان واحد خد شقه. ده الاهمال ده من ايام عاطف عبيد طبعا، ما حاسبه انا ده متوارث بقى ولا ايه؟ طبعا احاسب انا رئيس دوله ان خد شقه بخصم 10%؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ احاسبه فين الصناعه اللي كانت موجوده؟ مصر تستورد اساتك، امال لو اساتك ملابس داخليه تبقى ايه؟ اللي هي فيها عريض ومدور وملولو والكلام ده. استك فلوس يعني انا استورده؟ مصر تستورد مجات؟ ده احنا عندنا صناعه الخزف والصين القديمه، انا استورد مجات واطباق ازاز من بره، استورد فوانيس رمضان. هو كان حد يعرف كلمه فوانيس رمضان دي؟ والسبحه بنستوردها، والسبحه قول استورد فوانيس رمضان، ده كانت شغل هنا، يعني الشغل ده بتاعنا احنا، الحواديت دي بتاعتنا احنا، مفيش. الفاطميين هم اللي دخلوها مع المهلبيه والعسل الابيض والحواديت دي. انا اجيب الفوانيس دي انا استوردها من بره. مصر ما تنتجش قلم رصاص استورده من بره. هقول لحضرتك على حاجه بقى علشان يعني حجم سوق الادوات الكتابيه داخل جمهوريه مصر العربيه سنويا، الادوات الكتابيه بقى اللي هو ايه؟ الكراسات والبرايات والاقلام الرصاص والاقلام الجاف والمنائل والاساتيك والمساطر والكلام الفارغ ده، 4 مليار جنيه مصري. دولت كده من شهر 7 لشهر 9 يكون السوق ده اتعمل 4 مليار جنيه مصري. 4 مليار تاني، الرقم رقم كبير مش صغير. 4 مليار جنيه مصري، مش كده؟ مصر بتنتج فيه ب 400 مليون فقط، يعني 10%. هي 360 مليون، يعني اقل من 10%، هنقول 10%. وال90% بستورده بره من الصين. انا مصر ما تعرفش يعني تصنع حضرتك شايف ان مفيش عوامل تشجيع للمستثمر المصري؟ طبعا، ولا العربي ولا الاجنبي؟ وحاجه تاني، مش عوامل تشجيع بس، دي واحد مفيش عقوبه ومفيش حمايه للكلام اللي جوه ده. انا النهارده لما اطلع قرار من 5 كلمات ممنوع تصدير اي مواد خام، ده يوفر للناس فرص عمل. طب اقول لحضرتك على حاجه عشان تبقى يعني الواحد الكراكيب بتاعتنا والقمامه بتاعتنا على فكره النهارده بنصدرها للصين، تعمل منها حاجات وتجيبها لنا تاني. جميع الشماعات اللي حضرتك بتشتريها والمكوجيه عاملينها دي احنا بنستوردها من الصين، من الزباله القديمه بتاعتنا. انا اروح ابعت زباله تتعمل شماعات واجي اجيبها انا اديها المكوجيه. تدوير طبعا، عمليه التدوير. على فكره النهارده السيد وزير الصناعه والتجاره صرح على موقع مصراوي ان هو بصدد صدور قرار جريء جدا، حتى لو كانت عقبه اللي هو مانع تصدير المواد الخام، بس لسه ما طلعوش، هو بيدرسه يا فندم ولا هيقول حاجه، هو بيدرسه. احنا بقى لنا 5 سنين نقول يا اخوانا 5 كلمات يوفروا لمصر 23 مليار دولار، يوفرهم لمصر، يوفر لمصر 2.3 مليون فرصه عمل، 2 مليون و300 الف فرصه عمل الصبح. هو ده من ضمن الاسباب اللي خلتنا ما نكونش ضمن مجموعه البريكس. طبعا يعني عايزه اقول الهند ما فيهاش حد ما بيشتغل. الهند كانت فين وبقت فين واحنا بقينا فين؟ طيب باختصار كده مجموعه بريكس دي ايه؟ ديت اللي هي الاقتصاديات الناشئه او الاقتصاديات الدول الكبرى الناميه، على راسها الصين، الهند، البرازيل، الاتحاد السوفيتي اللي هو روسيا، وجنوب افريقيا. كان الاول البريك، ما كانش لسه جنوب افريقيا دخلت جنوب افريقيا بقت البريكس. انا نفسي ينضاف تبقى البريكسي ايجيبت وندخل مصر فيها،
طب انا هستفيد ايه من الناس دي؟ طب ازاي مصر تدخل فيها بقى؟ اقول لحضرتك، هم هناك قالوا ما بندخلش حد معانا الا معدلات. انت عارف عدد سكان بتاعته الهند قد كويسة. ايه؟ يعني احنا بالنسبه لهم اكثر رحمه، احنا انت عارف ثرواتنا قد ايه؟ ده احنا قد اكتر من الهند 100 مره. حضرتك لحد سنه 75 كان في ناس في الهند ماتوا يتجاوز 1.2 مليون بني ادم. مات من ايه؟ مش مات في حادثه، مات من الجوع. يعني واحد وقف كده قعد ما ياكلش مات. ما ياكلش، مش لاقي له اكل ياكله. 1,200,000 بني ادم لحد سنه 74 75 قبل حرب الهند باكستان ماتوا من الجوع. النهارده الهند بتصدر لنا احنا الرز الزياده عن حاجتها، وشرق اسيا كله الوجبه الاساسيه ليه رز وسمك. هي بتصدر لك، يعني بعد ما تاكل المليار و300 مليون عندها مليار 1300 مليون ناكلهم بالهنا والشفا وياكلوا تمام وزي الفل. الباقي الزراعه بتاعنا نقوم بتصديره لناس خاملين خايبين اللي هو احنا نستورد منه. في كده في الدنيا؟ في كده؟ طب يعني ازاي؟ في كده ازاي بقى؟ هو ده حضرتك. الناس دي خدوا قرار ان يبص لقدام ويفكر لبكره. حكومات ولا شعب؟ لا حكومات طبعا. الحكومه تغير شعب والشعوب تراقب على اداء حكومات. انت لا عندك ده ولا عندك ده للاسف الشديد. في حكومات يعني ايه ناصحه نابهه، واحد قلبه على البلد بس، واحد نابه. خدي بال حضرتك اللي عمل ماليزيا جه الحاج مهاتير محمد مسكها حضرتك 14 يوليو اللي هو عيد ميلاد فرنسا، تحرير فرنسا بالمناسبه 14 يوليو سنه 81. احنا الحاج حسني مبارك مسكنا هنا حضرتك 14 اكتوبر 81. يعني بيننا وبينهم 3 اشهر. احنا كنا دوله وعندنا جيش وعندنا شرطه وعندنا مصانع وعندنا قضاء وعندنا تعليم وعندنا مدارس وعندنا ثروات. كنا اشكنا على تصنيع سياره كامله، مش كده؟ طيب هو كان عنده ايه؟ 20 جزيره ب20 رئيس وسلطان ب20 خناقه بينهم، وال20 بيتخانقوا مع جزيره تانية اسمها سنغافور بيتخانقوا معاه. يعني حروب موجوده. لا يمتلك من حطام الدنيا سوى شويه شجر مطاط يعمل بلالين وكاوتش عربيات. شوفوا هم بعد 30 سنه وصلوا فين، واحنا بعد 30 سنه رجعنا لفين. هو ده الفرق. الراجل لما جه مهاتير محمد يصلح اللي كانوا معاه كلهم 42 واحد. يعني انت محتاجه في مصر 40 واحد نابه من ال90 مليون. 40 واحد نابه بس يقود الامه، يبقى عنده افكار خارج الصندوق. مخلص بيحب البلد. عاوزين 40 واحد. اظن لما يكون خلال 90 مليون. هدي لحضرتك مثل حدث في مصر هنا قبل ثوره 23 يوليو 52. كان في وزير داخليه محترم اسمه فؤاد سراج الدين. كان في طلبه جايين نازلين من مظاهره من جامعه القاهره على قصر عابدين. فقال للراجل بتاع الشرطه ولا هو اللي رئيس المأموريه ولا شوف مدير الامن ولا كان اسمه ايه، قال له رش عليهم خراطيم ميه كده. يعني ايه؟ فرق وهرب التلامذه دول. التلامذه خطفوا خراطوم الميه وبقوا يضربوا على البوليس. فالراجل كلم وزير الداخليه على البتاع ده التوك ده، قال له الناس خطفوا الميه اضرب نار. شوف بقى، ما هو ده فكره، ده موظف حكومه عاوز يعملها مجزره ويتمت له 200 300 واحد وتبقى شغلانه سودا. هو رد في كلمه واحده. ده النابه بقى اهو. قال له اقفل حنفيات الميه بس. انت خطفت الخرطوم في ميه برش على الاستاذه والاستاذه معاها الحنفيه، ما تقفل الحنفيه كتكوت. خلصت الليله. يعني انا عايز اسالك سؤال، انت بتأيد في الحاله دي حضرتك المركزيه ولا لا مركزيه في القرار من اجل خدمه الاقتصاد الخاص بمرحله الحرب؟ اقول لحضرتك احنا نحط خريطه اقتصاديه واضحه المعالم. انا من انصار ديمقراطيه اتخاذ القرار، واحنا بنتخذه كده قعدنا كلنا وخدنا. ديكتاتوريه التنفيذ وقت ما جينا ننفذ ما فيهاش كلام، اي كلام فارغ ممنوع. بس قبل ما نقعد احنا قعدنا، الاستاذه شيرين قالت وصلاح قال والاستاذ سعاد قالت وعلي قال ومحمد قال والناس دول. خدنا القرار وانس اتفقنا عليه يتنفذ بكل صرامه وكل شده. انا ما ينفعش ابقى في مجلس وزراء خدنا قرار انه هنعمل قانون التظاهر، اتخذ التصويت عليه 7 وافقوا 3 لا، يطلع ال3 يقولوا احنا مش موافقين. لا يا كتكوت، لا يا حبيبي، انت مسؤول هنا مش انت مواطن. مسؤول. الكلام ده تطلع تقوله تستقيل وتقدم استقالتك كده للدوله. خد يا عم متشكرين قلب الشرط، واجي اقف بقى في ميدان التحرير ابيع ايس كريم واقول اللي انا عاوزه. هو ده الكلام. انما انا جوه انا مسؤول عن تنفيذ قرارات البورد اللي خدناها كلنا مع بعضنا.
حتى لو انا مش موافق. لما اقول غير كده ده نوع من انواع البلبله. هنا بقى عايز اسال على حضرتك تصريح قلته للاهرام. حضرتك قلت ان الحكومه الحاليه توفرت لها ظروف لم تتوافر للحكومات السابقه، ومع ذلك لم تحقق الاهداف المطلوبه لمرحله اقتصاد الحرب او ازمه حرب الارهاب اللي احنا فيها. كنت حضرتك بالظبط عايزين مزيد من التوضيح حول هذا التصريح. باختصار شديد، اول حكومه جت في عهد حسني مبارك الرئيس المخلوع الاسبق كانت يوم الاثنين 4 يناير 82 برئاسه فؤاد محي الدين لحد يوم الثلاث 15/7/2013. الحكومه بقى اللي جت حلفه اليمين يوم الاربعاء 16 يوم الثلاث 16/7/2013 توفرت لها العوامل اللي هقولها لحضرتك. واحد، اجماع شعبي بالكامل على الاقل فوق ال 70%، ما هو ده الاجماع الشعبي. 2، ثقه قياده سياسيه هي اللي جايباها. 3، ثقه قياده عسكريه. 4، شعب مطيع لاول مره في حياته. منذ 25 يناير الناس تقول له حظر تجول، الباشا بيقول لك نام الساعه 6 يلا انت في قلب بيتك، خدامينك سعاده البيت، صح؟ اصحى الساعه 8 الصبح اللي انت شايفه عمنا. 1، سد فجوه تمويليه 12 مليار دولار جولك من الهوا من دول خليجيه الثلاثه، السعوديه، الامارات، الكويت، بدون فايده ولمده 60 شهر. يعني مرسي كان واخد 7 مليار دولار من دولة قطر 4 في 3 18 شهر ب 4 و7% كان محمل. دولت جولك يعني نقول كده من باب الطراوه 12 مليار دولار، زودت بيهم الاحتياطي، ظبطت نفسك، ما انتش ملزم تسد فوائد عليها، ولمده 60 شهر اقدر استخدمه. كلام محترم. اللي بعديها النقطه اللي وراها، عند حضرتك 2 مليار دولار جات لك شحنات بتروليه ومشتقات بتروليه. يعني فكيت الازمه بتاعتك، محطات الكهرباء ما عادتش بتقطع، ما عدناش بنقف قدام محطات البنزين بالطابور، ولا غلط؟ لاول مره دوله ما فيهاش لا مجلس شعب ولا شورى، فما فيش واحد يوجع دماغك، فعاوزين قوانين ونناقش، ودي مهمه. صحيح ما هيش دستوريه بس مهمه. هقول لك مهمه ليه. راس الدوله عليها واحد مستشار فاضل سابق قانون. رئيس المحكمه الدستوريه. يعني لما كان صلاح وشيرين يتخانقوا في قانون نخبط على بابه، يا استاذنا الفاضل شوف لنا الكلام ده صح ولا كلام فارغ. يبقى كلام صح هو اللي يفصل بيننا. يعني انا اي قرار النهارده عاوز اطلعه قانون، ورقه بيضه زي ديت السيد حازم ببلاوي كاتبها بخط مثلا زياد بهاء الدين، الباشا الكبير يختم عليها، بقى قانون صادر. قانون صادر. يعني انت تقدر تعمل الحاجات دي اللي موجوده عند كل ده. دول خليجيه على راسها دوله الامارات داعمه لمصر، قالت انا اجي استثمر عندكم زي ما انتم عاوزين. دوله الامارات لاول مره منذ انشائها سنه 71 في اي دوله في العالم، في 193 دوله تعين وزير عندها اللي هو الدكتور سلطان الجابر. وزير وظيفته ايه هناك؟ ايه الحقيبه الوزاريه بتاعته تتخيلي؟ الملف المصري بس، ما بيعملش حاجه تاني غير انه ياخد الملف المصري يقعد فيه. مصر عايزه ايه؟ معونات كذا احنا نديها، مصر عايزه مساعدات كذا تحت امرها، مصر عايزه من دول الخليج ايه نشوفها، مصر عايزه استثمارات نحللها. طب انت عاوز ايه تاني؟ انت عاوز ايه تاني؟ انت ايه تاني ناقص حضرتك؟ ومع ذلك اتهمت بانها الحكومه صاحبه الايادي المرتعشه. يا ريتها مرتعش. اصل المرتعش ده ممكن انا من البرد شويه ارتعش كده ايه اللي كنت متوقعه في ظل هذه الظروف انها تحقق الحكومه وما حققتوش؟ كتير، حاجات كتيره. واحد، اول ما كان يطلع يعلن يا اخوانا واحد كده، انا حكومه جمهوريه مصر العربيه. كلمه ما اقول مؤقت دي حضرتك يعني معناها 50% من الشغل اللي عليا انا سبته خلاص، ما مش هعمله. ما انا هتقولي لي اقول لك انا مؤقت يا باشا وجاي. ده يتضارب مع ان انا مؤقت. طب انت حضرتك اثناء الاعياد هنا الاستوديو فيه 100 واحد مثلا اللي بيشتغلوا في القناه، اثناء الاعياد يبقى ظروف طارئه واستثنائيه ومؤقته، يشتغلوا ال 100 واحد ولا بيبقوا 10 20؟ 10 20 مش كله، لا. طب لو جبت انت اثناء الاعياد وتقول احنا في ظروف طارئه وخليتهم 200 واحد، يبقى دي ظروف طارئه ولا دي ناس جايه تقعد وتاكل وتلبس وتقلع عينها؟ ده كلام منطقي مش كده برضو؟ الوزاره السابقه 31 وزير، انت مؤقت بكتير، و10 12 وزير مش 36، يبقى انت مش جاي مؤقت. يبقى كلمه مؤقت لما تقولها لي اقول لك لا كتكوت، انت الكلام ده كلام مش سليم، انت جاي تضحك عليا، انت يا عم جاي تضحك عليا. دي واحد. 2، كان يعلن ان مصر هتقف عن اخذ اي قروض. يعني انت كنت شايف ان الاصل هتكون عدد الوزراء اقل؟ انت بتقول انا مؤقته مش كده؟
انا النهارده احط وزير للتعليم، وزير للتعليم العالي، وزير للبحث العلمي، ليه؟ هو وزير واحد. وزير للري، وزير الزراعه، ليه؟ هو وزير واحد. وزير للصحه، وزير للسكان، وزير للاسكان، وزير للشباب، وزير على فكرة الموضوع ده موضوع بالنسبة للحكومة طبعا. وأداء الحكومة. معنا على الهاتف الأستاذ أبو العز الحريري ودكتور صلاح جودة. أستاذ أبو العز معاك على الهوا من خلال مالي وراس مالي. مساء الخير. مسينا على امثال الخير. ربنا يخليك يا فندم. صلاح جودة وحييه بالنيابه عني، وانا بحييه كمان. ربنا يخليك يا فندم. هو كنا في نقاش حول اداء الحكومه الحاليه، بان هو احنا دلوقتي في زمن حرب محتاجين الاقتصاد حرب، فهو كان اول نقطه بيتكلم فيها ان طالما تم ذكر انها حكومه مؤقته فلماذا هذا العدد من الوزراء؟ تعليق حضرتك ايه؟ والله انا بحب الدكتور صلاح، لكن انا مختلف معاه في الحته دي، لانها مش مهم عندي عدد الوزراء. المهم انه اللي جاي في وقت مؤقت او فتره مؤقته لازم تكون ليه رؤيه اوسع من الحكومه المستمره او الدايمه او اللي هي مدتها طويله، لان ده جاي يعالج مجموعه من الاوضاع، مش جاي محورجي. انا قلت قبل كده ان وكلاء الوزاره كان ممكن يقوموا بالشغل اللي بيتم دلوقتي من الوزاره، لكن الوزاره دي لازم لها عندها رؤيه قصيره تلملم الاقتصاد بسرعه، شوف ايه اللي مطلوب يعمله، شوف اللي مطلوب يتم انقاذه من المصانع او حتى من المتعثرين من صغار الفلاحين والحرفيين اللي عندنا 4000 مصنع هيتصرف عليهم 7-8 مليار جنيه. ما هماش مشكله، لان الدكتور صلاح جوده استاذنا في عمليه توفير الموارد، وهو عارف ان الدعم بينهب من البلد وبياخدوه ناس بيبيعوا لنا السلع باسعار عالميه، يعني ضعف السعر اللي المفروض تتباع بيه، وبالتالي الحكومه الموجوده ما عندهاش الرؤيه دي، ولذلك ما ينفعش فيها سواء كانت نص الوزراء عدد الوزراء او كل الوزراء. ما هيش دي القضيه الكبيره يا دكتور صلاح، القضيه ان هم ما عندهمش رؤيه، ما عندهمش قرار ياخدوه عشان يعملوا اشياء معينه تتسق مع مرحله الضروره، لا من الناحيه السياسيه ولا من الناحيه الاقتصاديه، ولا هم بيعرفوا يخاطبوا الناس ويعالجوا ازماتهم الاجتماعيه. نعم، حضرتك كيف ترى الوضع في ظل العد التنازلي للاستفتاء على الدستور يوم 14 و15 يناير بإذن الله؟ كيف تقرأ هذه المرحلة وآلية السير خلال هذه المرحلة؟ والله أنا مش شايف إن إحنا عندنا أزمة كبيرة أوي، غير إن الحكومة رخوة ومترخية في التعامل مع الجماعات الإرهابية سواء داخل الجامعة أو خارج الجامعة. لكن حضرتك اطلعت على تصريح رئيس الوزراء للفاينانشال تايم بأنه لا يجوز أو من الصعب إطلاق جماعة إرهابية في هذه الآونة، وفي هذا الاحتداد من قبل طلاب الجامعات في هذه المرحلة لا يصح إطلاق جماعة إرهابية على الجماعة المتأسلمة؟ هو الدكتور حازم الببلاوي يقول اللي هو عايزه، بس هو السؤال اللي بيتم في الشارع ده إيه؟ طب ليه ما قدمش الكلام ده للمحكمة وقال لها قولي لنا توصيفك ده؟ طب ليه ما قدمش الحكم بتاع محكمة الأمور المستعجلة اللي قضى بحكم بعدم وجود، يعني بإلغاء أي وجود لها سواء الحزب أو الجمعية أو الجماعة أو الكلام ده كله؟ ليه تقاعس؟ أمال اللي بيتم في الشارع ده إيه؟ أمال ذبح الناس إيه؟ هدم الكنائس والمساجد يبقى إيه؟ البلطجة اللي في الشوارع وتعطيل مصالح الناس تبقى إيه؟ تبقى زغزغة ولا إيه؟ إذا ما كانش إرهاب تبقى زغزغة، ولا مسرحية هزية الناس بتتفرج عليها، ولا مصالح ناس بتتعطل؟ إذا كان رئيس الوزراء ما عندوش كفاءة إنه يقدم ده للمحكمة زي ما حصل في روسيا وغيرها، يا سيدتي إنجلترا مثلا هتطلع قانون تعتبر الإسلام السياسي أو التأسف بمعنى صح زي ما قالوه ده جريمة في حق المجتمع وفي حق الدين الإسلامي، لأنهم شافوا الدين الإسلامي. حضرتك ده حضرتك معلومة؟ يعني أيوة طبعا معلومة عند حضرتك. ايوه مجلس العموم البريطاني بيناقش الكلام ده يا ابو العز بيه. نعم، مجلس العموم البريطاني بيناقش الموضوع ده اليومين دولت. ايوه، ما انا بقول لحضرتك اهو، ده ناس ما هماش بقى ما بيهزروش. ودلوقتي لسه سامع واحد مذيع في التلفزيون بيقول لك هو مجلس علماء المسلمين، المجلس العالمي لعلماء المسلمين والشيخ القرضاوي، مين قال انه مجموعه علماء بتوع الاخوان وعلماء فاسدين يبقى رئيسهم هو القرضاوي، وكان الامين العام بتاعهم الدكتور بتاعنا اللي كان نازل الانتخابات محمد سليم العوا. مين قال الاثنين دول يبقوا ضمن رئاسه مجلس علماء يسمى المجلس العالمي لعلماء المسلمين؟ مين علمهم؟ مين خلوهم عالميين؟
فالدكتور الببلاوي يقول اللي هو عايزه، انما احنا بنشوف الواقع قدامنا. اللي اندبح احنا شفناه، والكنائس اتهدت احنا شفناها، والجوامع استغلت في هذا الامر احنا شفناها، والبلطجه اللي في الجامعه شفناها، وتكسير مؤسسات الجامعه شفناها، والعدوان على اساتذه الجامعه شفناها. طب ايه تاني؟ يعني الدكتور الببلاوي ما هو شايف ده كله، مش حاسس بيه، وخايف ان هم لو قبضوا على مجموعه ناس منهم يتقال ان احنا بنقبض على ناس كتيره او بنعاقب ناس بالحبس او السجن. بنقص فصيل من المجتمع. مين اللي قال له فصيل من المجتمع؟ اذا انت نسبت فصيل او انا لا طالب، انسب، انا ما اقول ما اقراه. يا استاذه لو سمحتي، انت مذيعه، اذا تخليتي عن مواصفات المذيع ما تبقيش مذيعه. هؤلاء ليسوا من المجتمع المصري، هؤلاء خوارج على المجتمع المصري. ما الخوارج برضه كانوا بيقولوا لا اله الا الله، ولما راحوا علي بن ابي طالب وقالوا له حكم بما يرضي، حكم كتاب الله، فكانوا قدامه بالصدفه القران، وجاي ناس بيشتكوا، فخاطب الكتاب وقال له احكم بينهم يا قران، فقالوا له هو ده هيحكم؟ قال له ما انتوا لسه بتقولوا حكم كتاب الله، هو ربنا هيحكم الكتاب او الكتاب هيحكم بنفسه؟ ما احنا اللي هنحكم باسم القرآن، واحنا هنغلط وهنصحح لان احنا بشر. وابو بكر رضي الله عنه قال للناس اوعوا تفتكروا ان انا هحكم بينكم زي محمد عليه الصلاه والسلام، فالناس استغربت. قال لهم ده نبي لما كان يخطئ السماء بتصححه، انما انا ماليش نبي لما يخطئ السماء مش هتصححني. صح. فخلينا نفهم امورنا ازاي. الدكتور الببلاوي بيقود الامور بدرجه يعني اقل من وكيل وزاره. احنا عايزين اللي يقود البلد في لحظه الازمه يكون هو المخرج للبلد من الازمه. هل الحكومه دي مخرج البلد من الازمه؟ بعض الوزراء بيشتغلوا كتير، بس يا فرحتي بتشتغل كتير في المركب اللي بتغرق. طب ما هي هتغرق، طب اشتغل على انك تنقذها. استاذ ابو العز، وكيل الوزراء هيقوم باللي انت بتقوم بيه. واحسن ما فيش رؤيه عند ال 30 40 ال 34 وزير اللي بيتكلم عن الدكتور صلاح، ودي كارثه لما العدد شويه ما هوش موجود، والعدد الكبير مش فاهم وما عندوش رؤيه وما عندوش شجاعه ياخد موقف. طب نعمل ايه؟ ما انا عايز اسال حضرتك كمان في جزء شوية اقتصادي قبل ما برنامجنا ينتهي، لان ضيفنا النهارده الدكتور صلاح جوده وحضرتك معانا على الهاتف. عايز اخد ارائكم في نقطه معينه اقتصاديه. حضرتك تعلم ان التيارات المتأسلمة كانت تلعب دوما ودائما بلعبة الزيت والسكر، او بمعنى اصح احتياج المواطن المصري، او نسبة الفقر اللي عندنا بنسبة كبيرة تتخطى ال 45%. فانا عايزة اقول لحضرتك كيف تقرأ هذه المرحلة، خاصة ان بيتم تفعيل دلوقتي قرارات الدوحة من خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية برفع الدعم على الصادرات المصرية. يعني احنا لما نرفع الدعم على الصادرات المصرية فبالتالي احنا بنستورد أغذية، زي ما قال الدكتور صلاح هيزيد سعر الأكل اللي احنا بنستورده، فهيجي على المواطن أسعار الغذاء غالية. تاني حاجة، لما يكون في تحرر في التبادل التجاري بين دول المشتركة في منظمة التجارة العالمية، هيكون عندنا ما فيش رسوم او رسوم الجمركية قليلة، فبالتالي هيلجأ النظام الحكومي الى رفع ضرائب، وموجود ضريبة تصاعدية على الدخل في الدستور. حضرتك ترى هذا التفعيل في هذه المرحلة رغم ان القرارات دي طالعة من 2008، هل هي من قبيل يعني ضغط الاقتصادي على المواطن المصري، ولا ترى انها في صالح المواطن المصري؟ أنا بس لو سمحتي لي أوجه عتاب لحضرتك وللإعلاميين، لأنه الإشارة إلى أنه الإخوان والسلفيين يقدموا حسنات هذه إشارة خاطئة. أوباما كان بيتحقق معاه، ومحضر التحقيق 12 بالكامل بالحرف في جريدة الدستور يوم 17/11، أخد بال حضرتك، واتضح أن هم المخابرات الأمريكية منحت الإخوان 8 مليار دولار والسلفيين 4 مليار دولار عشان يستخدموهم لرشوة المصريين. يعني المصريين كانت بتتم رشوتهم بأموال المخابرات. الإخوان والسلفيين. أيوة يا ماما، أخد بال حضرتك. السؤال هنا، هو في حد بيزكي بأموال المخابرات؟ هي المخابرات بتدي أموال مساعدة لناس شرفاء ولا لناس خونة وعملاء؟ واللي بياخد فلوس من الاجانب او حتى من عنده، لو كانت من عنده يبقى جايبها من حرام. وعلي بن ابي طالب قال وراء كل نعمة زائدة فضل جائر او حق جائر، يعني جبت الفلوس منين؟ وربنا قال ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اما الباقي بقى فالتجارة العلني ومش التجارة العلني الامر يعود لنا.
احنا جادين وعايزين ننمي بلدنا. الدكتور اللي جنب منك الدكتور صلاح جوده ده لو عايزه تخرجيه على مليون حل هيقول لك مليون حل وانت قاعده. هي المشكله مش في كده، هي المشكله مين عنده استعداد ياخد كلام من اللي عنده عن خالد فاروق او احمد النجار او صلاح جوده او ابراهيم العيسوي. بلدنا مليانه كفاءات ومليانه حلول. احنا ما عندناش رجاله بيحكموا، والشيخ امام واحمد دين الله يرحمهم بقى يقولوا يا بلد عايزه ولد. احنا عايزين الولد يبقى عندنا بلد. طيب استاذ ابو العز، واحنا عايزين حضرتك تكون ضيفنا في المرحله الحساسه اللي احنا بنمر بيها لحد ما نوصل للاستفتاء ونعمل اول خطوه في خريطه الطريق، فممكن حضرتك تكون ضيفنا على الهواء، وانا بدعو حضرتك لوجودك معانا لان حضرتك من الناس اللي معروف مواقفهم الوطنيه، ولا حضرتك يعني تعرضت للاذى كتير بسبب مواقفك الوطنيه. بشكرك جدا على الهاتف، وان شاء الله يكون ضيفنا في احدى الحلقات. دكتور صلاح، في عجاله قبل ما ينتهي لقائنا عايز اعرف من حضرتك ماذا لو تم تحرر التبادل التجاري ما بين الدول الموقعه في هذه المنظمه، وده هيؤدي لرفع ضرائب او فرض ضرائب وكمان اسعار غذائيه مرتفعه. طيب باختصار شديد احنا برضو ما بنقراش قوانين التجارة العالمية المنظمة لهذا الموضوع. من حق أي دولة في حالة وجود عجز، ده نص المادة، في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات بتاعها، يعني هي بتدفع بره لاستيرادها أكتر من اللي بيخش لها، إنها تقوم بعمل مجموعة من السلع يتم فرض ضرائب عليها. يعني انا جاي واردات من بره افرض رسوم حمائيه عليها علشان اشجع المنتج الداخلي لمده 6 اشهر، واجدد هذا الطلب 6 مرات، كل مره ب6 اشهر، يعني خلال 3 سنوات. انا مش فرض عليا ان انا الصبح لازم اوافق على اتفاقيه التجاره الدوليه. كمان صعب ان احنا نعيش على المعونات الخاصه بالخليج. مفيش دوله بتعيش على الشحاته في العالم كلها. انا لازم اشتغل. انا ممكن حضرتك العربيه ماشي بيها رايح اسكندريه عطلت، عربيه حضرتك اديني توصيله في البطاريه، انما مش هتمشي ورايا انت من هنا لاسكندريه وانا كل محتاج توصيله والنبي يا ست شيرين وصلت ضد المنطق. مفيش الكلام ده. احنا نعمل ايه عشان نقدر نستغنى عن المنح؟ اولا خريطه اقتصاديه تبقى واضحه. مصر تحتاج الى استثمارات موجوده، يعني فلوس. يعني لازم الراجل اللي جاي انا اوفر له مناخ هادئ، واوفر له بنيه تشريعيه موجوده تحميه وتحمي فلوسه في الدخول والخروج، انقص الفساد اللي موجود. احنا فاهمين خطا ان انا عاوز والله المستثمر بره اقول له ده انا هديك اعفاء ضريبي يبقى الراجل يرقص. ابدا، كان الكلام ده زمان. في عولمه الضريبه حاليا، لو هو ما دفعش ضرايب على مشروع اللي في مصر بيروح يدفعها في البلد بتاعته. يعني لو هو مستثمر انجليزي وجه هنا في مصر عمل مشروع واحنا عارفيناه من الضريبه، بيروح يدفع قيمه الضريبه دي في قلب بلده. يبقى هو مش ميزه عنده. الميزه ايه؟ ان انا اقلل له الفساد، يعرف ياخد حقه، سهوله دخول وخروج امواله اللي موجوده. هي دي الحاجات اللي تغري المستثمر. استقرار التشريعات، ما يبقاش عامل دراسته على مشروع محدد. بنوك استثماريه تمول المشروعات الاستثماريه وتساعد المستثمر لسبب بسيط. انت بنوكك الحكوميه والوطنيه حاليا شغاله في الريتيل اللي هي التجزئه المصرفيه. يروح يمول لك عربيه، فيزا كارت، شقه، حدوته بشويه بلالين. إيه؟ تماما. القرب ده بقى اللي هي المشروعات الثقيله دي شغلانه بنوك حكوميه او سياسه البنك المركزي او نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه. يفرض ان جميع البنوك الاجنبيه واللي هي او فروع لبنوك اجنبيه موجوده على الاقل 30% من المحفظه الائتمانيه بتاعتها تكون في القرب المشروعات اللي هي صناعيه وزراعيه موجوده، ما يبقاش في الريتيل كله. هو ده الكلام. انما انا هنا متراخي وناسي ومش واخد بالي والعمليه ماشيه واحنا الحمد لله ان قاعدين النهارده ويا بخت من نام مظلوم ولا بات ظالم والكلام الفارغ ده. يعني حضرتك شايف ان هل حضرتك شايف ان النقاط دي غايبه عن المسؤول عن البنوك الوطنيه، ولا هي او في عدم جرأه لخوض مثل عدم جرأه لاتخاذ القرار من المسؤول هو اللي يفرض؟ انا ما سبتش طب اسباب عدم الجرأه دي ايه؟ ليه يعني حضرتك حاجه مثلا لو النهارده قالوا والله في مبنى الاذاعه والتلفزيون مثلا احنا شلنا الحضور والانصراف وكلمه شرف، يبقى كل واحد يجي في الميعاد بتاعه ويعمل شغله يا اخوانا. كلمه شرف الساعه 10 في الزنزانه فريد شوقي. تمام. هتلاقي حد يجي من 43650 6 افراد اللي جايين 6. انما لو في عقوبه ان اللي مش هيجي هتقطع عيشه وهيتعمل كذا وهيتخصم كذا، الناس قبل ميعادها بنص ساعه. هو ده الكلام. يعني يعمل عقوبه على الوزير لو ما انجزتش في وزارتك كذا. طبعا
طبعا يمشي، ما العقوبه بتاعته يمشي. انا واخد دفوار يا بيه يا فندم، انا في مهمه حرب، مهمه الحرب قائد الفصيله، قائد الكتيبه، قائد اللواء، قائد الفرقه، قائد مش كده، واخد معاه سكادول ينفذه. انت تنفذ المهمه دي في الوقت ده بالشغلانه دي، ما عرفتش اتكل على الله وهات واحد تاني ينفذ. هو ده الكلام. هو احنا هي الحكومه دي يعني واخده كمبيالات علينا احنا على الشعب، فلازم تقعد علشان خاطر الكمبيالات ما ندفعهاش. طب حضرتك متفق معايا علشان نقول كده في خطوات 1 2 3، متفق معايا ان عدد كبير جدا ان الارهاب يستغل حاجه الناس للعيش وحاجه الناس للعمل، بانه بيديله مقابل ويقنعهم بان ده شغله اللي هو بيعمله، سواء تظاهر او يرمي مولوتوف. ده البعض مش الكل. احنا علشان نقضي على هذه الظاهره والشاب يلاقي شغل والاب يلاقي شغل ويلاقي لقمه عيش ياكل ولاده، وعشان التعليم يبقى كويس، وعلشان انا انزل من بيتي اوصل شغلي امنه فاعرف اشتغل، يتعمل ايه بالظبط خلال المرحله اللي جايه؟ باختصار شديد انا لازم ابقى عارف ان الاقتصاد مرض، السياسه هي العرض. لو انا عالجت المرض زال العرض. المرض ان انا عاوز اوفر فرص عمل، يبقى انا لازم حكومه حرب اشغل مصانع المتوقفه دي، واحد اعمل مناخ للاستثمارات. الناس اللي نازله بتضرب مولوتوف والتلامذه دول مش بياخد له 200 جنيه في ايده ومروح؟ البعض مش كده كله. خلينا نقول ده، سيبك من الحواديت دي، خد له 200 جنيه 2 كيلو جوافه، سندوتشين، علبه ملبس، اي حاجه ساعه، وانت مش كده. تعالى يا عم، لو هو بدل ال 200 جنيه كل يوم دولت انا وفرت له وظيفه بال 1200 جنيه اللي هو الحد الاقصى وشقيته وشغلته، هو مش هيروح الخناقه دي، لان عارف ان دي استمراريه وده زي موسم الانتخابات هيخلص وبعد كده مفيش حد هيشوف حد. هو ده الكلام. يبقى الاقتصاد الاول، الاقتصاد مرض، السياسه عرض. الاقتصاد هيظبط السياسه على طول. الناس دي بتروح علشان تاخد فلوس. في رمضان لما شفنا ما فيش شحاتين في الشارع وما فيش ناس عرفنا هم ومش عارفه قاعدين في قلب رابعه بياكلوا، مش كده؟ طب ما ده كان بيشحت، هقف طول النهار في الشمس واقول لك حسن يا بيه وحسن يا باشا، واحد يديني وواحد ما يدينيش، واحد يتأفف مني وواحد يدور وشه وواحد يجري. ده انا باخد لي 200 جنيه وباخد لي علبتين سجاير وباكل اكلتين 3 وخشاف ساقع وبتجوز ويمكن داخل الجنه. طب والله العظيم شغلانه زي الالماس. احنا لو فاضيين بس عندنا شغل. في ناس ما راحتش ليه عندها شغل؟ لو ما عندوش شغل كان راح قاعد هناك ياكل ويشرب وكل يوم ذبيح لحمه وزي الالماس. هو ده احنا لو عندنا شغل مش هتبقى فاضي تعمل بس هو ده الكلام. يبقى انا لازم اوجد عمل لهؤلاء موجودين، ادور عجله الانتاج. مفيش حاجه اسمه دوله احنا دوله بنقلد الغرب اللي هو اشتغل من 400 سنه. انا جدي ووالدي على المعاش، مش كده؟ مثلا ينفع بنتي او ابني الصغير لما يجي النهارده في 6 ابتدائي او اتخرج يقول لك لا انا اقعد على المعاش زي جده واخد معاش؟ حبيبي جدك اشتغل 40 سنه، فبالتالي نتاجهم انه قاعد في البيت يريح هو ويدعك في ودانه وانت سيادتك تشتغل، مش كده برضه؟ احنا النهارده لما اشرب انا الكنزات بتاع الغرب بقى له 400 سنه بيشتغل، انت نايم بقى لك 60 سنه نايم في العسل. يبقى تشرب حاجه تاني، يبقى تعرف ان انت دوله فقيره، مواردك كتيره بس دوله فقيره في الفكر. يبقى انا لازم اعمل انتاج، يبقى اشتغل 24 ساعه. هو هناك ياخد له يومين اجازه لان هو اشتغل قبل كده، سيادتك تاخد يوم واحد اجازه. مصر الموظف المحترم فيها بياخد 167 يوم اجازه في السنه، يعني 46% من ايام السنه اجازه. ضد المنطق. انا دوله عاوزه اتقدم ولا عاوزه اتنقل على العين واتقعقر؟ اخد 46% من ايام السنه اجازه؟ ده الموظف انا المحترم الذي لا يلحم. لا يلحم يعني ايه الاقتصاد بما يعالج الفساد او يقضي على الفساد. تماما. الدنيا تبقى واضحه زي بره. انا بره بروح حضرتك ارخص العربيه والله العظيم. زي انا حضرتك دلوقتي لو انا عايزه اروح اطلع عماره مخالفه تماما، ما انا هقول لحضرتك صوره ده. ما انا هقول لحضرتك الصح ايه. مفيش اقطع السكه بين المواطن وبين الموظف اللي موجود. انا على كل بتاعه، كل وزاره، كل هيئه، كل اداره، كل شركه موجود ورقه مكتوب عليها انا داخل اطلع شهاده ميلاد 1 2 3. 1 2 3 دولت موجودين في ظرف مع البريد، يروح لتجيلي الشهاده خلال كذا. طب الراجل الموظف اللي هناك ما اشتغلش زي ما بيعمل في موظفين يقول لك عليا مش عارف ايه، ما انا عايزين نعين مش عارفه نطلع اعلان ويقول عندنا نقص، في الاخر تلاقي عندك زياده في عدد العاملين. قوانين تتعدل.
انا النهارده بين ده وده في حاجه اسمها عقوبه على الفعل السلبي. يعني ايه؟ دول العالم وخاصه اليابان وشرق اسيا تقدموا بدي عقوبه على الفعل السلبي. في فعل ايجابي، يعني حضرتك انا موظف وسعادتك جايه تقضي وظيفه، تقضي شغلانه، اخدت منك رشوه، احنا الاثنين نتحبس الى ان تعترفي عليا، اخش انا السجن وحضرتك تروحي. طب لو انت ورقك سليم وانا خدته وقلت والله العظيم ما انا شغال لك، شكل حضرتك مش عاجبني وقمت رامي الورق، ده اسمها فعل سلبي. خلال المده المحدده ان انا لازم ارد عليكي 48 ساعه، ما ردتش انا بتحاكم وانا يتخصم من مرتبي دوت وانا بترفض، واحد تاني بيجي. انت ما عندكش العقوبه دي. والقانون مطاط يقول لك ايه؟ قدم الشغلانه دي خلال 60 يوم، لو ما ردش انت تقدم طلب تاني خلال 60 يوم تاني. ايه يا عم الكلام الفارغ ده؟ يعني في حاجه اسمها 60 يوم، في حاجه اسمها 60 يوم، في حاجه اسمها 6 ساعات، في حاجه اسمها في دبي انا اروح افتح شركه في 6 ساعات، في حاجه في باريس اسمها ان انا اروح اسجل الشركه والعقد بتاعها والبطاقه الضريبيه والسجل التجاري وافتح الحساب في البنك في 4 ساعات. هو ده الكلام. هي دي الدول التي تتقدم. احنا عاوزين نغير بقى المناخ التعبان اللي احنا عشنا فيه ونغير الهدوم. يعني لو انا جيت النهارده قلت اعمل مصنع للتلفزيون ابيض واسود، يمشي؟ لا طبعا ما يمشيش. مش كده برضو؟ ليه؟ الظروف اتغيرت والدنيا اتغيرت. مصنع للطرابيش يمشي؟ ما يمشيش. الدنيا اختلفت وهو مصنع وانتاج. احنا قاعدين في مصنع الطرابيش وابيض واسود، ندخل منتج، نطلع منتج مفيش حد بيستخدمه. في النهاية عايزين نقول دكتور صلاح، إذا أردنا أن نغير فعلينا أن نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا ركع الإمام ركعت الرعية. إذا رتع الإمام رتعت الرعية. الإمام أولا هو اللي يبقى كويس، الناس تمشي وراه، يفرض القانون، لا يهاب أحد. هو ده الكلام. ويفعل القانون طبعا. لا القوانين عملت للإعمال وليس للإهمال. إحنا قوانيننا كلها تطلع كلام جميل بنحطه على جنب، نبوسه ونحطه جنب الأرض كده. دكتور صلاح جودة، دايما ودوما بتمتعنا من خلال حديثك معانا. ان شاء الله يكون لنا لقاءات معاك اخرى، لان احنا محتاجين مش حلقة، عدة حلقات. بشكرك جدا لوجودك معانا. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي لقاء جديد، ومالي وراس مالي مصرنا جميعا ستكون هي محور اللقاءات، لان هي دي مالنا وراس مالنا جميعا. دمتم في امان الله. الليلة ثورة وبكرة ثورة وبعده ثورة وننتصر. الليلة ثورة وبكرة ثورة وبعده ثورة وننتصر. الليلة ثورة وبكرة ثورة وبعده ثورة وننتصر.